هتعمل عمليه بكره ولا لسه؟ لسه ان شاء الله. النهارده دلوقتي الدكتور هيبلغني بعد نص ساعه اعرف ان شاء الله. يعني بكره يعني بنسبه كبيره ولا لسه الاسبوع الجاي؟ بنسبه كبيره ان شاء الله يبقى بكره باذن الله. ان شاء الله. غضروف يا صلاح؟ ها؟ غضروف الداخل ان شاء الله. ملهاش علاقه بالصليب اللي كان عندك من لا سنتين؟ لا 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 لا، غضروف الداخل ده. دي كان الاصابه دي جت في مباراه ايه؟ ماتش الاسماعيلي اول 10 دقايق والله كده. وايه اللي اخرك كده يا صلاح ان انت يعني ما عملتش العمليه على طول ليه؟ هو التقرير ما بين الدكتور ايمن والدكتور عبد الله، ففضلوا يتكلموا مع بعض، فقالوا صلاح ممكن يعمل تقويته اسبوعين لو رجله خفت. ما فيش عمليه، مش هيخش جراحه. فبعدين كده رحت انا للدكتور احمد عبد العزيز من خلال الدكتور عبد الله، فقال نفس الكلام اللي هم قالوه، فانا الاسبوعين قعدتهم اهو والالم لسه زي ما هو بقى. طيب قول لي ايه قصه المحله والقسط الاخير؟ ليهم فلوس بيقولوا هيوقفوا صلاح محليا افريقيا، وانا عرفت ان في عقد ثلاثي ما بينك وما بين الزمالك والمحله. ايوه انا سمعت الكلام ده من يومين، فالحوار منهي يعني ان هم اصلا في العقد الثلاثي ان ما فيش الكلام، ما فيش بند اللي هم بيقولوه ده خالص يعني. هو تهديد، انا مش فاهم بس مفيش بند يعني. مفيش حاجه تقول لي صلاح يتوقف؟ لا مفيش بند اللي هم من حقهم يوقفوني، لا مفيش بند طبعا. تمام. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله والسلامه يا صلاح، ونطمن عليك ان شاء الله بعد العمليه باذن الله. الله يخليك. بشكر صلاح سليمان لاعب نادي الزمالك. وعايز اقول برضه